السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المونيسات الغاليات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد على قناتي وقناتكم بطبيعة الحال هواة ياسمين. نتمنى يعجبكم الفيديو وينال اعجابكم ونكون خفيفة ظريفة على القلب ديالكم. ودابا غنوجد معكم هذا الزيتون. كما نعرفوا دابا لقيت هذا الزيتون هادي وموجود الحمد لله. كما تشوفوا غنوجد معكم زيتون زرق، غنحتفظوا به مده ديال اكثر من يبقى لكم اكثر من سنتين. كما نعرفوا الزيتون بعض الاخوات وبعض الناس اللي ما ينجحش معاهم يرشاوي. مهم غنوجدوا معكم بلا ماء، ما نديروش الماء ديال الروبيني ولا ديال البير، غنصيبوه بلا ماء غير بالملحه. كما تشوفوا غنحتاجوا واحد البيدو ولا واحد القنينه ولا قرعه ديال بلاستيك، ويكون عندها الغلاقه ما مثقوبه ما والو. وهو كذلك هذا البيدو يكون ما فيهش ما مثقوب ما محلول ما والو، عنده الغلاقه جديده وهو يكون جديد باش ما يتنفسش معانا، باش نحتفظوا به اطول المده ما خصوش يتنفس. وهنايا نضيف الملحه، عندي الملحه والزيتون غنوجدوها بالملحه وصافي بوحده. وغنبقى نعمل شويش د الملحه كما تشوفوا موضح في الفيديو، راه باين كلشي. غندير شويش د الملحه وشويش د الزيتون وانا طالعه في الفيديو، ندير بهذا القنينه بهذا الشكل هذا وصافي. وحتى نعمر البيدو ديالي وندير الملحه بهذا الشكل هذا، نشبعو ملحه ما نخليهش ناقص الملحه. وهذا الزيتون هذا غيبقى انا هنا نحتفظ عندي مجرب صراحه. هي كانت تحضر الوالده ديالي وانا هزيت هذه الفكره من عند الوالده ديالي الله يرحمها. يعني كانت تبقى الزيتون نحتفظوا به طول العام وما يوقع له والو. يعني يتكمش شويه يتكمش بطبيعة الحال ويتبدل له اللون ديالو، يبقى زرق هو اللون ديالو ولكن شويش ما يبقاش يلامع بهذا الشكل هذا، ولكن يبقى صحيح ما يوقع له والو، ما يرشا ما والو، يبقى صحيح كما هو. مضمونة 100% هاد الطريقة هذه صافي. وانشط ليها شويش د الزيتون غنديرو في واحد القرعة اخرى وصافي. وانغلق على هذا البيدو مزيان ما نخليهش منفس. كما ذكرت لكم البيدو خصو ضروري يكون، ولا هاد القنينه ولا القرعه اللي ما تعملوا فيها هاد الزيتون يكون محكوم بالغلاقه هيدا، ويكون ما مهرس ما والو باش ما يتنفسش معنا. وديك الماء اللي ما يطلق لنا الزيتون بهاد الملحه غتخلي الماء يطلق الماء ديالو ما تسيلش معنا. نبقى في ديك الزيتون، حنا خصنا عندنا الغرض يبقى لنا في الزيتون. يعني دابا كما تشوفوا راه الملح ملبس عليه كامل صافي. غنحطهم غير حدا واحد البلاصه هكا تكون دائما نمشي ليله باش نتفكروا، ونبقى كل مره ديك شويه د الماء اللي طلقنا ما يطلقناش الماء بزاف، واحد النسبه قليله. نبقى نقلب في البيدو بحال هيدا مره نقلب باش ديك الزيتون من 15 يوم 15 يوم من شهر لشهر نبقى نقلب الزيتون بحال بيدو بهذه الطريقه هذه باش ما يتلبسنا بديك الماء ديالو، فهمتوني؟ باش ما يبقى له حتى شي حاجه. وحتى الا بغيتو تخليوه غير هكاك واخا نساوه يعني وما تقلبوهش ما يوقع له حتى حاجه، غير هذه من باب احتياط وصافي. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ومن اعجابكم نتلاقاو ان شاء الله